يعني كان طفل كبير نازل فرحان بالعربيه، بنلف في وسط البلد. شايفين كل الشخصيات اهو في العزب كامل يا خالد، اتفضل. نزلنا في وسط البلد بيلف بالعربيه وبيسمع، كان الاغنيه لسه بتذاع على الاف ام. عايز اقول لك الناس جميع طبقات الناس كانت في الشارع بتسلم عليه، كلها بتحبه. اللي بيحبه كممثل، اللي بيحبه كفنان، كمطرب، فكان محبوب جدا. وقف جنبك ازاي كده؟ قول لي بدايه ان هو يتعامل معاك كملحن او الكلام ده، لان دي تحسب ليه طبعا ان الكبير يحتوي الصغير ويقف جنبه. طبعا. انا بص، اول حاجه طبعا في مطربين كتير النجوم طبعا قابلتهم، لكن مقابله عامر ليا كانت مقابله زي ما قابلك كده وقابل نادر، عارف بيحسسك ان هو صاحبك ويحتضنك يعني، ويتكلم معاك كانك فنان كبير. وسمعني وبيدي فرصه لكل الناس. كان عرفنا عليه الشاعر ايهاب عبده، وقعدت سمعته حاجات وما عجبوش حاجه. قلت خلاص بقى، ده يعني نجم كبير كده مش هيعبرني تاني وكلام من ده. لقيته بقول لايهاب هو خالد ما عمليش حاجه جديده؟ رحت عامل له حاجه، تعالى سمعني. رحت سمعته واشتغلت معاه، ولقيت حب احمد فظيع بقى. عارف لما تحب انسان كده بتحس ان هو قريب منك قوي. عامر كان كده، عامر كان كل الناس بتشتغل معاه كان بيحبوه، مفيش مش سايب ذكرى وحشه عند حد. يعني دي الميزه في عامر منيب. ان في ممكن فنان يقول لك ده فنان ده ضايقني، ده مش عارف ده عمل ايه. عامر منيب مش سايب عند حد ذكرى وحشه ابدا. اعرف منك مواقف انسانيه، لكن انا يمكن عارف ان هو قد ايه كان رياضي كمان. وهنجهز حاجه كده ليها دعوه بالكوره. كان بيركز قوي انه لازم يلعب في نادي القاهره او النادي الاهلي. من المجموعه دي تحديدا اللي حابب قوي المقابله بتاعت الكوره دي، الاعلامي طارق علام. ويمكن الصدفه كمان ان فرح طارق علام غنى فيه الفنان عامر منيب. معانا على التليفون الاستاذ طارق علام. الو احمد، ازيك وازي ضيوفك وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا استاذ طارق. احنا في سيره يعني عطره على انسان قبل ما نقول فنان. عارف انك احتكيت بيه كتير واتعاملت معاه سواء على مستوى الشغل او الرياضه اللي كانت محببه اليه ونادي القاهره وكده. حابب تقول ايه على الانسان عامر منيب وهو بجوار ربه؟ والله يعني انا طبعا بعزي اسرته في الاول وبنعيه، وهو يعني مش هنقول فنان بقدر ما تلاقي انسان قريب منك، جدع، ابن ناس، محترم. يعني احنا مثلا في اعمالنا بنبقى محتاجين نشوف نماذج طيبه تدي انطباع كويس عن الفن المصري الفن العربي، لانه لما بيحصل خروج عن السلوك، وانت يمكن بتعرض دوت في برامجك، بنتضايق يعني، تبقى حاجه في وشنا كلنا. فاذا كلمت على مطرب واشتهر ونجح وفنان وكان ليه معجبين ومحبين، بس ما اسمعش مثلا انه دخل في خناقه او مش عارف في بعض النواقص او حاجات غلط. لو عملت سيرش كده على الفايل بتاع عامر منيب هتلاقيه ابيض، هتلاقيه منور زي حياته وزي ما مات ان شاء الله. احكي لي عن الرياضه يا استاذ طارق تحديدا. كان بيحب يلعب كوره وكان لعيب؟ عاوز اقول لك كان بيلعب معانا من زمان في نادي طلعت حرب، وكان لعيب جامد جدا، وكان بيجي معانا في نادي القاهره. حتى النهارده كنا بنلعب وكان معانا المخرج هاني اسماعيل وصبحي خليل ومجموعه كده. النهارده وقفنا قرينا له الفاتحه قبل ما نبدا، يعني كانت من حوالي 3-4 ساعات. فهو معانا وانا كنت بتابعه حتى لما سافر المانيا في السنه اللي فاتت. جبت نمرته من هيثم شاكر، كان هيثم راح له وكلمته كنت بتابعه. فعامر النسمه الجميله، عامر الانسان الطيب، عامر الفنان اللي في الملعب بيلعب كده، ومثلا طفل او طفل عايز يسلم عليه يسيب الكوره ويروح يسلم عليه، اللي هو تبقى انت كاعلامي فخور ان ده فنان. لان احنا بنتكلم دلوقتي على ان كتير قوي من الناس يتكلموا على الفن بين الحلال والحرام، وانه في نماذج كويسه ونماذج مش عارف وحشه او كذا. مين يختلف على خلق؟ هو ده اللي بندور عليه يا استاذ طارق، ان نلاقي قدوه نتكلم عليها، وان كان حظنا ما قعدناش بيناه وهو عايش معانا. شكرا ليك الاعلامي والفنان الجميل طارق علام. نادر، احكي لي بقى مواضيع انسانيه. انت حكيت لي على حاجات بره الهوا وقلت لك ما تكمليش. انسان هو ازاي بيعمل ايه؟ احكي لي كده. حكيت لي كام موقف. موضوع الكوره ده انا سامع ان هو بعد ما يخلص الماتش يطلع من جيبه الفلوس للناس، خير بشكل. احكي لي. بص، هو في اي مكان كنا بنروحه يعني لما الناس تشوف عربيه عامر منيب يجروا عليه. اي حد في الشارع، بتوع الباركنج، بتوع الجرايد، بائعين الورد والفل حتى اللي في الشارع، يعني اي حد في الشارع يشوف عربيه عامر منيب بيجري عليه. عارف ان البني ادم ده مش يعني فاهمني، مش حكيت يعني لي موقف كده ليه دعوه ببنزينه، فهمها لي. ده في كل حته يعني
موقف انت قلت لي انه لما يخش يموت. انا يعني مش حابب ان انا اقول هو كان بيعمل ايه، يعني الراجل كان بيعمل خير كتير جدا. مش عايز احرقه له، يعني ده حاجه بينه وبين ربنا، كنت انا بشوفها بالصدف. يعني ممكن كان يحط بنزين برقم معين، يطلع من يعني يحط ايده في جيبه يطلع رقم اكبر من اللي المفروض يدفعه، يسيبه كله. فلسفته ايه بقى لما قال لك انا حابب دي الاهم؟ يسيبه يقول لك ده ليه؟ انا احتمال ما اجيش ايه. قلت لي انت حكيت لي عن الموضوع ده ذكروا، يعني انا عايز اقول لك ان ده ذكروا محمد فاروق في المقاله اللي كتبها له في جريده وشوشه، ان دايما كان بيشوف ان الناس دي يعني ممكن يقول لي انا ممكن طول عمري ما اخشش البنزينه دي تاني. خلاص يعني فده اقل حاجه للناس اللي شغاله هنا، لان هم ممكن ما يشوفونيش تاني. دول يعني رزقهم كله قد ايه، دول مستواهم الاجتماعي بسيط او شغلانتهم بسيطه، فلازم اسيب لهم حاجه، يعني فاهمني، يمكن ما اخش لهمش تاني. في موقف تاني، كنت انا وهو راجعين من استوديو ام ساوند، وكنا بنشتغل في البوم وياك. واحنا طالعين من الاستوديو، في حته عند قصر البارون كده، اللي هي على اول طريق السويس، كان بيقف فيها باستمرار عربيه دوريه، اللي هي بنقول عليها احنا عربيه الاتاري دي. تمام، دوريه راكبه. العجلتين بتوعها اللي قدام العربيه واقعه، يعني العربيه قاعده على الشاسيه على الرصيف، والعجلتين على الارض. الامناء مش عارفين يرفعوا العربيه، فهو واحنا ماشيين شافهم عمالين يحاولوا يرفعوا العربيه، هم الاثنين مش قادرين، راح راكن ونازل. قلت له انت رايح فين؟ قال لي تعالى ننزل نساعدهم. فانا استغربت، يعني انا كان برضو علاقتي معاه بقالها 3 سنين او 4 سنين، انا كل شويه عمال اكتشف فيه حاجه. يعني كل شويه بكتشف في الراجل ده حاجه، قد ايه هو بسيط جدا. في موقف زي ده نزل فقال لهم تعالوا نرفع مع بعض، هم مش مجمعين لسه مين اللي بيساعدهم يعني. ونزلت انا وهم الاثنين، احنا بقينا 4، فقدرنا نرفع العربيه وحطيناها على الرصيف تاني، وشدوا البريك بتاعها، وبعدين بيبصوا لقوا عامر منيب. يعني عايز اقول لك اتخضوا، بيتعامل كانسان، اتخضوا. مش يعني مصدق الحكايه اللي حصلت. الاثنين الامانه مش مصدقين ان يعني استاذ علي، عارف يا نادر الموضوع ده، يعني انك مصدق او مش مصدق، اكتر واحد ممكن اتكلم فيه استاذ علي المليجي. اتعاملت مع فنانين كتير قوي، وعارف كل واحد بيتعامل ازاي، وفي ناس بتعيش الحكايه، وفي ناس بتعيش اللقطه، وفي ناس بتحس بجبروت، وفي ناس في تدرج كده. انت استشعرت منه ايه؟ وشئنا ام ابينا هو كان الله يرحمه كان سوبر ستار، يعني هو مرايه وشه. طبعا عامر كان سوبر ستار. عامر تحس ان حاجه جميله عدت على الوسط الفني وربنا افتكرها. يعني الفتره اللي عاشها في الوسط الفني، يمكن زي ما كل الاخوه والزملاء قالوا، ما سمعناش مره ان عامر عامل مشكله مع حد، ما سمعناش ان في اغنيه اخدها من حد، ما سمعناش ان في شاعر او ملحن او اي حد شغال في الوسط عموما في مشكله بينه وبين عامر، في حين ان احنا بنسمع ده عن كل النجوم، بما فيهم اكبر نجوم موجودين في الوسط واقل فنانين موجودين في الوسط بيعملوا مشاكل مع كل الناس طبعا. انما عامر خلال الفتره دي، خلال فتره عمله في الوسط الفني من اول ما بدا لحد ما ربنا افتكره. استاذنك استاذ علي نستقبل ضيف بس وصل معانا، الفنان خالد علي. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ازيك؟ ازيك؟ الحمد لله على السلامه. الله يخليك. الله خيرك. اتفضل. ازيك يا نسر؟ الحمد لله. حلوه حبيبي. اخبارك ايه؟ الله يخليك. انا عارف طبعا ظروف الطريقه والارتباطات، وانا عاذر اي بني ادم لان مفيش حد الحقيقه قال لنا لا يعني. اتفضل اتفضل. الحمد لله على السلامه. كل سنه وانتم طيبين. طيب. الدائري الطريق ده جميل جدا. معلش الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. واحنا في سيره جميله طبعا ما شاء الله رحمه الله. لزميل الله يرحمه، يعني انا عارف ان انتوا كنتوا في جيل واحد كمان خالد، و يعني انا هجي لك في حته مهمه كده لسكه انت رحت فيها اليومين دول فنيا، بس كنت بكمل مع استاذ علي، بس ما عاشهاش، ما حسيتش في يوم من الايام. انا اعرف في ناس لسه اول ما بتقول كلمتين كده في اغنيه، او يعرف ان اتعمل له فيديو كليب في الشركه ولا بتاع، بيعيشوا الحكايه. هو ما كانش مصدق الحكايه دي اصلا، وبيتعامل كبني ادم. هو على مستوى النجوميه نجم تمام ماشي، انما على المستوى الشخصي بالنسبه له هو جواه كان بيتعامل زي ابسط واحد. فدي حاجه مش موجوده في الوسط، صعبه شويه، صعبه انك تلاقيه صاحب صاحبه. كان متواضع جدا. بقول لك ايه، مصاحب سوري من بواب العماره لبتاع السوبر ماركت اي حته تروح فيها عامر بيتعامل منها. هو صاحب الناس اللي بيروح في المكان ده، بيروح مطعم هو صاحب الويتر وصاحب المتر
كل اي مكان تروح، ابسط مكان واعلى مكان تلاقيه عامل صديق كل الناس. لان هو بيتعامل بحب، ما بيتعاملش ان ده الفنان النجم اللي عايز يخبي نفسه من الناس وعايز، لا، بسيط جدا فوق ما تتخيل. الله يرحمه. الله يرحمه. جداً. قد ايه ده اذا دل على شيء يدل ان هو كان بني ادم متصارح مع نفسه جدا، مش عايش الحكايه دي كلها. يعني ليا صديق، انا مش هقول هو مين، يعني في يوم من الايام قال لي اتعامل مع البني ادمين عموما كفنانين انسانيا ان هم حاجه كبيره جدا، لكن لو انسانيا هم مش حاجه كبيره ومحترمين، ايا كانت نجوميتهم عاملهم اوطى من الموس على السيراميك. يعني حط الاول الادميه كبني ادم، انك تحطه فوق دماغك مهما كان. اول ما بيعيشوا العمليه مش مستاهله اصلا، يعني انا شايف ان هي مش مستاهله. انتوا بداتوا مع بعض في وقت واحد وانا سعيد ان انا شفتك، لان جمهورك كمان بيدور عليك. انا اسعد منك، بس انا مبسوط بكلمه ما فيش حاجه تستاهل فعلا. مفيش حاجه تستاهل. يعني بالتالي احنا شفنا بنفسنا حسن الختام لعامر اه رحمه الله عليه. يدل على كل اللي انت قلته طبعا. يعني انا جاي مخصوص، بداياتكم. انا جاي مخصوص عشان كده. يعني انا عارف مش رغم ظروفك ربنا عالم وعارف من انك جاي شغالي، ليه. بس انا عارف. انا حبي لعامر اخ، اه لا زميل ولا صديق، اه اخ في الله. اه عامر كان زي ما قال مثلا الاستاذ علي، كان رحمه الله عليه نموذج مشرف جدا. يعني اتمنى من ربنا ان يكون في منه كتير. انتوا يعني تزاملتوا في اي وقت في شركه قديمه سونار على ما اعتقد؟ لا، دلتا، صوت الدلتا. ده صوت الدلتا. مش قديمه، موجوده الدلتا. تمام. يعني يعني عايز اقول لك زماله 5 سنين واخوه اكتر من 5 سنين طبعا. وهو يعني كان زمان الميت سيره، مش كده؟ طبعا يعني السيره الحلوه. يعني وهو شاف العزاء عامل ازاي؟ طبعا حصل حب في العزاء ما الناس، شاء الله. وبعدين انا شفته معناها كمان جوه العزاء وساعه واحنا بنصلي الجنازه. لا يعني البني ادم حتى اللي ما بياخدش باله او اللي مش فاهم، عفوا، يعني حتى دينيا ولا ايمانيا يفهم يقول لك لحسن الختام. صح. لأن طب ايه رايك في اليوم اللي مات فيه؟ انا عارف ان انت عندك البومات دينيه مهتم بيها اليومين دول استاذ خالد، واليوم ده تحديدا احنا بنتكلم في ليله راس السنه الهجريه. هو فعلا في اليوم ده انا حسبتها، الحمد لله ربنا الهمني كده احسبها، اقول بسم الله ما شاء الله حسن ختام عامر. تاريخيا اليوم نفسه، الميعاد، شوف سبحان الله كل حاجه بميعاد. تاني حاجه، انا اصدق حاجه تحسستها تماما في عامر، لما من حوالي سنه في ادعيه بتتذاع دايما على على كذا قناه لينا، فكالعاده كل فنان بيعمل غنوه دينيه، دعاء كده. شوف انا من حوالي بالظبط الموضوع اكتر من سنه دلوقتي، كنت قاعد وفي البيت عندي وقاعده جنبي مراتي وكده بتتفرج على الادعيه، فحد قال لي في اغنيه الصلاه بتاعتك بتتذاع لك. بعدها مباشره او بعد غنوه جت اغنيه عامر لو عرفوا رحمتك. يا الله، بنت يا الله. الغنوه دي انا بس بقول دي يعني ربنا دلوقتي، احنا ربنا جمعنا عشان نتكلم بحب في سيرته. يعني خد بالك في ملائكه بتأيد وكل حاجه، الحمد لله. وده هدفنا على فكره. طبعا كلنا نحتاج في يوم من الايام ان يعني حد يقرا علينا الفاتحه او يدعي لنا بالمغفره. بالظبط، ما هو ده بالظبط. اسال الله ان ربنا يرزقنا الصدق دايما يعني. فهو اللي حصل ان عامر، شفت الغنوه دي، شفت كذا مطرب يعني اتقالوا عنا، يعني هو يعني معانا اساتذه في مجال الكاسيت وفي السوق وعلي يقول لك ان المساله كلها احنا مشينا مشوار، ما مشيت مشوار، بس المهم استفدت ايه وطلعت منه بايه، بخبره بايه. انا ربنا اكرمني بالمشوار الديني ده، كان فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. اللي حسيته في عامر عشان ترجع رسالته الجميله، انه في الغنوه دي بالذات انا مسميها غنوه، معلش مش مجرد اغنيه دينيه. هو عاشها كعامر اللي اتقال عليه الرومانسي، الفنان الجميل، بنفس الاحساس، بصدق مع ربه. انا حسيتها. استاذ خالد معلش، وانا بتكلم معاك في مواضيع ليها دعوه بحسن الختام والتوقيت ده، في لغط شويه حاصل. لا هو كتير ماشي. يعني في نقطه معينه ان اتقال، ناس استغربت لما قالوا ان هو طلع من مسجد رابعه العدويه او كده. في ناس كان عندها المام بالعيله ان هو مسيحي يعني. فانا حابب النقطه دي. ده ناس كتير ايا كان، بس الخلط في المنطقه دي ممكن نعرفها بشكل اكبر من حد قريبه يا نادر. طبعا. الاستاذ حسام. استاذ حسام. الو الو الو، اهلا بيك استاذ حسام. اهلا بيك. انا عارف القرابه طبعا، حضرتك زوج شقيقه الراحل عامر منيب. بالظبط. مدام اميره منيب. تمام. انا اللي بقوله يعني مش بدعيه، بس في لخبطه في حاجات على الانترنت وكده، واحنا حابين نتكلم في وصلك الموضوع ان بعض الناس عشان العيله وهو حفيد الفنانه الراحله مريم منيب. بالظبط. بالظبط. توضيحك اتفضل.
لا هو طبعا هو مسلم من اساسه، يعني من الولاده. واخد بال حضرتك، لان ان والده جدته ماري والده منيب، محمد. والده محمد بديع، تمام. محمد فوزي، تمام. محمد منيب. تمام. واخد بال حضرتك، فهو مسلم من المولد اساسا يعني. وصلت عموما النقطة دي ولا أنا بدعيها ولا حاجة عشان مكتوبة على بعض؟ لا 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 دي هو مسلم من المولد اساسا يعني. أنا عارف إنك كنت قريب جدا منه بعيدا عن القرابة عشان الشغل كمان والفرقة وحاجات زي كده. اوصفه لي في جملة رقيقة كده كبني آدم بعيدا عن الفن. أقول لحضرتك إن هو إنسان إلى أقصى درجة ممكن حد يتخيلها. أقول لحضرتك إن هو من القلائل اللي يتطابق ظاهره مع باطنه. إذا حب بجد، وعمره ما بيعرف يكره حد، عمره ما يعرف حد محتاج حاجة وما يساعدوش. مش مهم قريب، مش مهم غريب، أي إنسان بيحتاج أي حاجة عامر كان بيقف جنبه كإنسان. أقول لحضرتك إنه حتى في فترة تعبه الأخرانية على طول دعاء، على طول ذكر الله، على طول وصيته الوحيدة الدعاء ليه، وصيته الوحيدة باستمرار لأخته وليا والأخوه الدعاء ليه بالرحمة. إنسان يعني ما تقدرش توصف نقاء قلبه قد ايه يعني انسان ما تقدرش تقول السماحه فيه قد ايه، الحنان فيه قد ايه، يعني محب لكل خير، محب لكل خير بمعنى الكلمه. انا عارف انك مش بتزود لان الكلام ممكن يتقال اكتر من كده كمان. انا بشكرك جدا على مداخلتك معانا وتوضيح النقطه دي تحديدا. هو انتوا عشتوا في وقت كده خالد بنيتوا نجوميتكم بصعوبه. أنا شايف إن الجيل بتاعكم كنتوا تاخدوا 50 من فرح و100 في فرح تاني و200 في فرح تالت وحفلة فيها 3000، فبنيتوا نجوميتكم بصعوبة عن الجيل ده. هو الكفاح ده أنتوا كنتوا عايشينه بالتوازي إزاي وأنتوا في شركة واحدة؟ شوف، هو طبعا أنت قلت كلمة يعني مظبوطة 100%. أنا تعبنا فعلا جامد جدا، وده شرف عظيم طبعا، على أساس المشوار ما يبقاش مجرد إن أنا عملت كاسيت أو تواجدت أو كده. يعني في على شهاده الشهود، يعني معانا مثلا ما الاستاذ علي يقول لك مشوارنا ككاسيت او سوق او تعبنا جامد جدا، بس كنا بحب. يعني كان عندنا قناعه، وكان عندنا ربنا من علينا بنعمه الصدق. يعني الفن لازم يكون فيه صدق، سواء انت بتغني كده او بتغني كده. تواجدك حتى كان عامر فيه من ضمن المميزات ربنا اداها له رحمه الله عليه، انه كان في تواجده وحبه للمهنه، رغم ان بعض الاقاويل لما كنا بنطلع يقول لك ده مطرب، ده مغني، ده مؤدي. كان تصنيفات وما زال لغايه دلوقتي بيطلع رغم الكم الهائل. انما احنا اللي ما تهمش حد بالظبط احنا يهمنا الفن اللي بيطلع وجودته. انما احنا عشان ربنا من علينا بنعمه كبيره لازم نقولها دلوقتي على الملأ. انا لما طلعت في وسط عمالقه، يعني استاذ محمد ابني ونموذج مشرف حاجات لما دي تفتكرها تلاقي ان ده فضل وشرف عظيم ليا ان اطلع في وسط كل الكواكبه دي واعترفوا بيا كمطرب ولست مغني. ده موضوع كبير. عامر كان من ضمن المجموعه دي بالقبول اللي ربنا اداهوله. يعني ربنا اداله نعمه القبول مع الاداء الصوتي، مش ان يقول لك اصله ده مطرب. يعني عادي، يعني خالد عادي يقول لك ان في حاجه في الموضوع ايه، في واحد صوته فيه عنده عرب كتير قوي ولكن مؤدي كتير، لكن ما فيش قبول، امكانيات كبيره ما تحسوش صح. ويقعد يستعرض بصوته جميل جدا. لكن عامر كان من ضمن الحاجات الجميله انه استرسال في صوته. انا بقول لك كتصنيف، انا معيد قسم كان عنده احساس تصنيف صوت. يعني عامر كانش بيغني، كان بيتكلم، عارف بيتكلم. عامر كان عنده حاجه في صوته دي بقى دي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش مجرد كمان مش موهبه بالظبط ان هي طبعا موهبه ان هي كانت مجرد اداء صوت مع حس. كان زمان يقولوا ايام عبد الرحيم حافظ يقول لك ده كان حسه حلو. ايوه، مش صوته حلو. فعامر كان بيحس. عامر كان بيحس. انا بقولها وبكررها، هو بيغني بالظبط. كانش يفكر. تاني حاجه عامر كان قلبه حلو قوي بصراحه، نقول لك كده من الاخر. يعني ده سبب مجيئي بجد، غير عشق ليه وصديق. والله كلنا يا استاذ خالد قلبه حلو جدا، وعمر ما كان حتى الغيره. يا اخي ده احنا في المجال ايوه، هي النقطه دي اللي انا مستغربها. وما يعني بسالك
كنت زميله في نفس الشركه، ان مين قبل التاني. شوف. يمكن الحاجات دي انت عارفها كويس. اقول لك انا حاجه، يعني انت في الشركه بص، عندكم كله مستني مين اللي عليه الدور ينزل الالبوم. يعني اقول لك انا حاجه، انا قعدت مع عامر كتير قوي. مفيش مره من المرات واحنا قاعدين، يعني انا بقعد مع كل الفنانين في شغلنا طبعا. بنسمع اغاني والحان جديده هيخشها الاستوديو او اللي هي فتره الاعداد يعني. عامر مفيش مره قعدت معاه واتكلم على حد البومه نازل ان الاغنيه دي عايزين نعمل زيها، او الكليب ده فيه معرفش ايه عايزين نعمل زيه. ما كانش شاغل باله بغيره. شفت الكلمه دي بقى؟ الله. واخد الكلمة دي بالك؟ بقى. يعني انت اما تشغل بالك بغيرك ما بتركزش في نفسك. فهو عامر ما كانش شاغل باله بغيره، كان شاغل باله بنفسه. صح. في شغله مركز في شغله، هو عايز يعمل ايه، ملوش دعوه ده بيعمل ايه ولا ده بيعمل ايه. اللي انا يعني بسمعه كمان انه كان في بيته كمان ملتزم جدا يا خالد. انت بتروح يا ريت في حاجات من البيت نشوفها واحنا بنتكلم احمد دلوقتي. كل مقابلاتنا في البيت عنده. بيحب بيته قوي يا احمد، مفيش هو مكتب. بيحب بيته مفيش جدا. دي مكتب. جميله دي بالظبط. واسرته جميله قوي انت يعني. ليه قلت لي ان هو كان حاسس انه هيموت؟ قلت لي الكلمه دي. بص، هو هقول لك على حاجه، هو عامر منيب بقاله بالظبط سنه عيان. قبلها بالظبط فجاه كنت رايح عند عامر في البيت، قعدت سهران معاه، فجاه لقيته بيحول اوضته زي ما تقول يا احمد معرض لحياته. حتى يعني لقيته فجاه فجاه بيجمع صوره كلها، بيحط صوره على الحيطه، شهاداته، كل الفيديوهات اللي كانت في حياته كلها بدأ يجمعها، يدور عليها، فيديوهاته مع اصحابه زي استاذ علي، زي محمد فؤاد، زي قاعد بيجمع ماتيريال كتير قوي. بقول له انت بتعمل ايه يا عمور؟ ايه اللي بتعمل؟ قال انا بجمع ماتيريال حياتي كلها، البوماته، حتى الماتيريال العائلي كمان. الماتيريال العائلي، حاجات، كل حاجه، صوره مع ماري منيب. خالد ممكن استاذنك وبشكل حصري بيت او الاوضه تحديدا الخاصه بالفنان عامر منيب اللي خالد قال انه جمع فيها اكتر من 6-7 شهور بيجمع في الحاجات دي كلها، جمع الحاجات دي وجمع صور سبحان الله يا رب، سبحان الله، وحتى صور مع زعماء عرب. هو ياسر عرفات يعمل كل الكلام ده وبشكل حصري هنشوف دلوقتي. طب لو سمعني حاجه بس مش ستوب، سمعني حاجه انا عايز العب صور يا راجل. دي جامده قوي. توديها فين؟ اوعى تنزلها على النت. لا لسه النت مش دلوقتي. لا مش دلوقتي. ايه؟ لا مش نازل حاجه والله، ما نازل حاجه والله العظيم ما نازل حاجه. انت حلفت بالله. انا عارف. انت حلفت بالله. انا صور. مش راجل. اقسم بالله ده انا بصورهم بس كده. صور حلوه قوي. انا عايز العب لعبه. هو عمل تاريخ الحقيقه كتير. بدأ يجمع كل الماتيريال ده. انا استغربت، قلت يعني بعد، حتى نادر راح شاف الاوضه برضو، ماتيريال كتير قوي. تحس يعني سلوك غريب، تحس ان حد عايز يسيب ذكرى لبناته. هو مهتم بالحاجات دي خالص، ما بيركزش في ده. لا خالص، عمره كان مهتم بصورة. تعرف انا ليه موقف نادر، انت دخلتني يعني بيته المره اللي انا دخلت فيها، وقد ايه انا يعني مش هنسى الموضوع ده. تخيل لما حد لسه انت في بدايه حياتك، انا كان بقالي سنه او سنتين شغال مذيع، ونادر خدني معاه. الراجل استقبلني استقبال حلو قوي قوي، اداني اكتر من حجمي بمراحل. الراجل كان بيضيفني كان بيستقبله لاي حد. الحته اللي مش في دماغه بقى برضو كان نزيه جدا يعني. ده حاجه انا شفتها بعينيا. كان عايز بيجيب لبس بدل، شايفين صور برضو ليكي خالد معاه، كان حاطط بتاع 30 بدله بره في الريسبشن، ينقي منهم كده اللي تعجبه، يقول لك طب نجيب من ده ومن ده ومن ده. لكن ما كانش محاسوك انه يعمل فعلا الكلام ده، انه يحط صور وشهادات. والافلام اللي عاملها، وعنده البومات بقى فيها كل ذكرياته. اي خبر نزل يعني بص، بقول له انت بتعمل ليه كده يا عمور؟ عارف يقول لك بجمع ماتيريال حياتي. فحسيت ان هو عارف، ما حسيتش ده بقى غير يوم الوفاه. هو عمره ما كان مهتم بيها. انا عمره ما كان مهتم بالحاجات دي دلوقتي يا خالد، لان انا لما كنت عنده اخر مره وبقول له انا في صور، لما لقيته بيجمع كل حاجه قلت له في صور عندي مش عندك، فقال طب هاتها لي، اللي هي الصور في صور لنادر يا جماعه نجهزها. احنا جبناها دي، هي صور برضو لنادر مع مش عنده الله يرحمه يعني. كان في ما بيننا وعد ان انا اجيبهم له، بس طبعا ما لحقناش يعني. انا لقيت حاجات غريبه جدا هو بيعملها يعني. اول حاجه قعد عمل براويز بايده لصور الالبومات بتاعته. والله كان بيجهز، تحس ان بيجهز بيسيب ماتيريال لحياته.
نزل الصور دي كلها، عمل لها سكان وحطها في البومات، وبعد كده عمل لها نسخ تانية على الكمبيوتر. وقال لي انا قعدت اتسليت ال7 8 شهور اللي فاتوا دول في كل الحاجات دي علشان تبقى ذكرى. يعني انا الكلمه دي افتكرتها دلوقتي لما خالد قال نفس الموضوع بتاع الصور والمقالات والحاجات دي، وهو عمره ما كان بيهتم. ما كانش حتى بيهتم بالاخبار والكلام من ده عادي يعني. اقول له ده في خبر نزل لنا في جورنال كذا، يقول لي طيب تمام، بعتوا لي ابص عليه. وصداقاته على فكره، بس عايز اوضح نقطه من اللي ما راحوش العزا. في صوره يا ريت يا حسين نشوفها كده، اسمين عمرو دياب ومحمد منير. عند عمرو دياب محطوطه الصوره دي على فكره، عمرو ومنير، وعامر اهو في النص. اللي انا بس عايز اوضحه حاجه، لان انا بعامر ربنا في اللي بقوله دايما، في 2 ما جوش العزا. عمرو دياب بره مصر ولسه واصل النهارده تحديدا عشان فرح، عشان ده كلام اتقال برضه جانبي. وتامر حسني وتامر بره مصر برضه. تامر راح له البيت وهو تعبان عشان بس ابقى. وعمرو دياب كان بيكلمه باستمرار، بيطمن عليه، كان بيطمن عليه، كان بيكلم استاذ جمال طبعا. انا بس توضيحا عشان بيقولوا. عايز اوصل لنقطه مهمه. هو في نقطه بالنسبه لعمرو دياب يا احمد، ان عامر منيب وعمرو دياب بداياتهم الفنيه في شركه واحده، واصحاب بداياتهم اصلا ومعاهم الاستاذ خالد برضه. هما الاثنين بادئين مع بعض بداياتهم اللي هي الاوليه وحتى السن. وعمرو دياب عمرو دياب اللي غنى فرح عامر منيب طبعا، وغنوا مع بعض، كانوا غنوا مع بعض. بلاش نتكلم في الماضي علي، هو كلهم زماله. وبعدين الدلتا كانت في الوقت ده بتجمعنا انا وعامر ومحمد فؤاد وعمرو، ولكن هو فعلا الله اعلم بظروف اي حد. يعني كويس انت قلت ده برضه بعد، مش عشان بص احنا عندنا في مشكله. حتى النهارده كان معانا ضيوف جايين بس حصل لهم ظروف. انا بلتمس العذر لان ما فيش حد قال لي لا على عامر. هقول لك لا عامر محبوب. بص بقى صلي على النبي. والله العظيم انا مجيء النهارده دليل تجمعنا ده اكيد ليه حكمه من ربنا. يوم الجنازه في ناس ما راحوش، وفي ناس راحوا، وفي ناس ما وصلوش. ايوه. وفي ناس بعد ما عامر خرج رحمه الله. بص كلها ترتيبات من ربنا. لكن انا لما جالي التليفون بحكي ده يعني، لان لو كان فاتني ده كنت ممكن افضل حزين طول عمري، لان انا مرتبط بعامر كروحانيا مش اخ بس. فالواحد لما بيحصل فراق ده الحاجه الوحيده اللي بيتعب منها قوي. انا بالذات مهتم قوي وانا بكلمك دلوقتي. انت رحت في شق الاغاني الدينيه، صور برضو بشكل حصري موجوده معانا دلوقتي. ده في الاستوديو متهيألي ده استاذ سعيد امام يعني. مجموعه لكل اللي بيشتغلوا. الصور دي اللي ما كانتش عند عامر وكان قال لي هاتها لي. هي دي مش كده؟ هي دي الصور اللي ما كانتش عنده. في صور واحنا في بيروت كمان مع بعض. ده استوديو الاي ار تي. نادر عبد الله يمكن. وطارق توكل. طارق توكل اول البوم ده في المكتب عنده. دي جايزه كن بتاعت الله عليك. جوائز كتير. جوائز كتير طبعا. ورامي صبري او احمد علي موسى الشاعر، طارق توكل. دي الاوضه بقى قبل ما تتعمل. دي الاوضه اللي هي بقى يعني اللي كانت زي الاستوديو اللي انا دخلتها دي، اللي كانت الممر على الشمال. على فكره احمد دي كانت صومعه عامر منيب يعني. هو كل الناس بتقابله فيها، ما كانش واخد مكتب بره بيته ولا حاجه، عارف يعني. حياته كلها كانت بيته. هو كان بيتوتي جدا. وكانت اسرته احمد في بيروت. ده في بيروت. الجميل كمان يا احمد ان استاذ جمال منيب اهو مع طارق توكل. اسرته كانت مساعده على ده يعني مدام عامر منيب مراته واقفه جنبه، بناته بيحبوه. هو ده الموضوع ده احلى حاجه بقى. انا بخش بيت عامر بحس ان انا يعني داخل بيت اسره جميله. اسرته حباه قوي. مراته واقفه جنبه جدا وبتحبه جدا. الله يرحمه كان سعيد ببيته جدا. يعني في واحد عايش بيته وخلاص، لا هو سعيد ببيته فحابب يقعد فيه ومبسوط ببيته. وما تروح عنده البيت يبقى فرحان بيك قوي وتلاقي مقابلته عاليه جدا، سواء الشخصيه اللي رايحه له دي صغيره او كبيره. كل الناس زي بعض كقيمه فنيه. اقول لك على حاجه يا استاذ علي كمان حصلت مره برضه افتكرتها دلوقتي بالصدفه. ان في مره وانا قاعد معاه بنشتغل لقيت 2 يعني انا ما اعرفهمش داخلين الاوضه. يعني عامر الجرس رن، قام فتح الباب ورجع ب2 انا ما اعرفهمش، شاعر وملحن عارفين ان بيت عامر منيب هنا. طلعوا سمعوا الحان دخلوا. كان عند الكليه الحربيه مشهور طبعا. دخلهم تستنى تحت قعد يسمع منهم. بيقابل كل الناس. انا بتكلم معلش في بدايه البرنامج قلت ان الله يرحمه عامر ما خدش حقه في الاعلام المصري حتى بعد ما توفى فعلا. زي الاعلام العربي. يعني انا جبت حتت من قنوات عربيه اتكلمت عليه وعملت تقارير وكده، بس انا حابب ان يحصل حاجه ياخد بيها حقه. مش هطلب طبعا من المذيعين يعملوا برامج مش قصتي دي ولا قنوات تانية، لكن النقابه اللي هو ينتمي ليها انا حابب جدا جدا، لانه اتخطف مننا في سن
مفيش حد اجمل من عامر منيب انسانيا، ومفيش كلمه اتقالت عليه مش كويسه. لازم يحصل له تكريم، قاعه في النقابه، اي حاجه من الكلام ده. انا معايا طبعا صديق لي وعضو مجلس اداره مصطفى كامل على التليفون. الو. الو، السلام عليكم يا ابو حميد. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك يا مصطفى. تحياتي ليكم كلكم، والاخويا علي المليجي ربنا يرحمه وخالد علي حبيبي. ازيك يا خلوده؟ ازيك يا حبيبي؟ اخباركم ايه؟ والبقاء لله والدنيا والدوام لله وحده. ونعم بالله. مصطفى، ايه حكايه الكشري اللي كان بينك وبين الراحل عامر منيب؟ بص يا احمد، انا قاعد بتفرج عليكم انت وخالد ونادر وعلي، وانتوا بتتكلموا انسانات عامر منيب. وطبعا الجزء الفني احنا خلاص بقى قفلنا الكتاب فيه وانتهى. انا اتعاملت مع عامر منيب في مرحله في اغنيه فاكر، كنت انا والراحل برضه رياض العشاري، وتقريبا احنا بقى مكتوب علينا يعني ان كل حد ان هو الراحل. هو عامر من الناس الفنانين اللي بجد الواحد اتعلم منها حاجه. يعني احنا سننا متقارب تقريبا، او احنا شله واحده متقاربين. عارف الفنان اللي بيعيش حياته بشكل عفوي، بشكل بسيط، ابن الناس الشيك اللي يقول لك تعالى انا في محل كشري في شارع. طب يا عامر هنروح كده في محل كشري في الشارع، فخدنا ميدان الجيزه. في محل كشري في ميدان الجيزه، انا وهو رياض العمشاري وحميد الشاعري، وكل يوم 6 الصبح في ايام الغنوه دي يلا بينا على الكشري. يا اخي الناس هتشوفنا، يقول لي يا عم عيشها ببساطه، الدنيا سهله، ما تفكرش، احنا هم دول حبايبنا. الله. على شقتي بص البساطه والجمال يا احمد. واحنا كان ده اول لقاء بيني انا وعامر تقريبا سنه 96 يعني، الله يرحمه. فعرف ان انا عرف من رياض ان انا بعمل شقتي، فهو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظها لاولاده بقى من بعده. هو عامل بيت اللهم صل على النبي، بيت نجم وفنان وشخصيه راقيه. فلما عرف ان انا بوضب شقتي يصر عليا لازم توريني عشان اقول لك مش عارف ايه، جه معايا البيت الحيطه دي مش عارف ايه، لازم تعمل اللون ده كذا. عارف يا احمد الشاب الطيب الجميل والطيب، واد من جواه طيب، وزي ما انت بتقوله متصالح مع نفسه، بني ادم عايش حياته ببساطه جدا، وبرضه رحل ببساطه. واسمحوا لي اعتذر لاهله والبنات وزوجته عن اني اقسم بالله العظيم 3 لما قالوا لي ان كنت نايم ساعه الدفن. انا عارف قمت بدري وكلمت سيد عمر في الدفنه تحديدا على المغرب لما انت صحيت من النوم، والله وكنت مستاء جدا انك ما صحيتش. انا مش متخيل يعني، ما فيش بني ادم فينا يعظم على ربنا سبحانه وتعالى. طب استاذنك نعوضها في حاجه بعد اذنك يا مصطفى، لان انا بكلم فنان طبعا كبير وزميل، وبس انت ليك تايتل دلوقتي في النقابه. استاذنك باي اقتراح يدخل مجلس اداره بتسميه قاعه ليها دعوه بالنقابه باسم الراحل عامر منيب. والله لا اتكلم فيها على عينيا، وانا بس اسمح لي بشكل شخصي، والله انا عمري ما بتكلم، ودايما اقول لك في الوفاه، وخصوصا لزمايلنا اللي احنا عاشرناهم كتير ومشيناهم كتير وحبايبنا، انا والله عمري ما بتكلم بالصفه النقابيه، انا بتكلم بالصفه الانسانيه. طب ده طلب انا بطلبه منك. اقسم بالله العظيم اسمح لي اقول حاجه يعني الناس تسامحني فيها وربنا سبحانه وتعالى يسامحني فيها. في بني ادمين لما يجي يقول لك مثلا احمد عبد العزيز تعبان، مصطفى كامل تعبان، تقول ده تعب عادي. يعني انا مش متخيل الحاله اللي وصل لها عامر، وده انا بقدم اعتذار بجد الوسط الفني كله. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم لما وصلني موضوع ان عامر تعبان، انا متخيل انه تعب ايه، يعني تعب بسيط جدا. وانا كنت الفتره دي قائم باعمال النقيب عن الفنان ايمان البحر درويش وهو مسافر، كل يوم اقول هروح، بس انا مش عارف لما تصحى من النوم يقول لك على شاب زي ما بنقول ما يعظمش. نفس الكلام ده قاله حماده هلال في التليفون من شويه، ان قال انا كنت مقصر ان انا اروح، لان البني ادم ما بيحسش بالشيء الا لما بفقده. ممكن الطلب اللي انا طلبته مصطفى بعد اذنك يدخل مجلس اداره بعد اذنك. حاضر على عينيا ان شاء بعد الله. بعد اذنك يعني حاجه نعملها لفنان ضايع عمره في الوسط الفني ده. وانا اتمنى يا احمد تعرف تعثر على تليفون محمد فؤاد دلوقتي وتكلم فؤاد، بسبب لان محمد فؤاد بكانا اول امبارح انا وايمان البحر درويش، واحنا قاعدين في قعده خاصه، قاعدين في كافيه، ولقينا نفسنا بنعيط. الناس بقت تتفرج علينا. محمد عنده حاجه خاصه انا ما اقدرش احكيها عن لسانه بصراحه. هنحاول نوصل له، بس للاسف هو التليفون مع مدير اعماله، عشان هو في مناسبه دلوقتي خاصه بلعيب كوره. يعني عايز اقول لك على حاجه مصطفى، خلاص هاخد وعده منك بعد اذنك في مجلس الاداره واستاذ ايمان ان يتعمل حاجه. الراجل ما طلبش فلوس في يوم من الايام لا في عيا ولا في غيره، فحاجه كده تتعمل بقيمته وباسمه
وتخلد اسمه الجميل، لان بناته حقهم جدا يفتخروا والله. بوالدهم. والله ان شاء الله، وانا بعزيكم وبعزي مصر كلها وبعزي اهله وبناته الجمال اللي تسببوا الواحد انه رجع مكسور الليله دي. يا رب يصبرهم على فراقه. وهي مرآة يا احمد الموت ده. انا بقول عامل رحل عننا، انا بقول لكل الوسط الفني، للناس المحترمه بجد، الاصدقائنا اللي احنا عشنا سنين عمرنا بال 25 وبال 30 سنه، احنا لازم نلتف حوالين بعض، لازم نبقى مع بعض، خلاص كده. يا رب دايما يحصل والنماذج المشرفه تكون موجوده. شكرا ليك مصطفى كامل الفنان الجميل. عايز تقول ايه؟ عشان في موضوع مهم عايز اسال فيه خالد علي جدا. بص يا احمد، كنت مرتبط مع عامر قوي في الفتره الاخيره، في فتره مرضه كنت عنده على طول انا اغلب الوقت. عايز اقول لك ان هو يعني عامر كان انسان ما كانش بيتاجر بمرضه، عارف يعني في حد يبقى مريض يبقى عايز يعرف كل الناس، فكان ما كانش بيقول لي حتى ما تقولش لحد ان انا عيان، ما تقولش لحد ان انا كده، ما كانش عايز حد يشوفه وهو عيان، رغم ان هو كان شديد في شده الالم وكان عارف ان هو عنده مرض مش كويس، يعني كان متحمل ده، يعني متحمل ده، وكان دايما بيحاول يسعد الاخرين، يسعد اللي حواليه، ما يحسهمش بالالم، لكن هو كان متالم جدا وتعبان جدا في عز تعبه. اقول له مثلا طب الناس لازم تعرف، المطربين اصحابك لازم يعرفوا، ما كانش عايز يعني، حتى ما كانش عايز يقول لي ما تقولش لحد، حتى هو استاذ جمال يعني قال جمال اخوه قال لي ما تقولش لحد ان عامر عيان. ومع ذلك برضه انا عايز اقول لك هو في ميزه كمان، ان فنان بقى، واحنا عارفين الفنان ده بقى في مجتمعات تستغربني انا برضه كمذيع وانا قاعد مع فنانين بقى، ان الفنان ده بيعمل ايه، اكيد ما بيسيبش الكاس من الكاس وسهراته وبتاع، هو وقته اللي يحب يضيعه بيلعب فيه رياضه. عشان كده انا حابب يعني يفضل نموذج في حلقتنا وقدوه لكل شاب، هو قدوه والله، عايز يطلع فعلا زي ما هو قدوه فنيه يبقى انسانيه، وده الاهم والارقى. شوف اجزاء ليه في الرياضه كده، مكان بيحب يتواجد في لعب الكوره. ونرجع مره ثانيه. النجم المحبوب محمد فؤاد، ويعني انا عارف انك الجندي المجهول في الدوره الرمضانيه. خلي بالك انا قلت لعامر منيب انك انت خدت الفرقه الكويسه. الفرقه ايه؟ خدت الفرقه الحلوه وسبت الفرقه العب معاه يا عم، انا جاي عشان العب معاه. يا بابا كل سنه طيب. مشاركتك في دوره الحزب الوطني ولا انعكاس لي؟ برحب بيكم كل سنه وانتم طيبين، ومعانا النهارده نخبه كبيره جدا من النجوم ولاعيبه الكوره اهو زي ما انتم شايفين كده، هو عصبي شويه احمد عيد وعصام كاريكا وهيثم شاكر. تعالى يا هيثم. كابتن اشرف قاسم. معانا فرقه كبيره قوي. كنت عايز اسالك سؤال كده بس مش فاكر. تعالى يا عم مش فاكر السؤال والله. انا فرحان اول ما شفتك يا استاذ اصلا والله، نفسي اتصور معاك استنى اهو اتصور معاك قدام استاذ احمد. استاذ عصام خش معانا كده. انت بتحب الكوره يعني رياضي قديم؟ لا ما يعني مش رياضي بس مش قديم. امال ايه اللي جابك هنا حضرتك؟ والله ما فيش، قالوا لي في عيد ميلاد واحد صاحبي فجيت لقيت حاجه ثانيه. عيد ميلاد؟ والله. طب ده كلام يا احمد. انا شايفك جاي برضه يعني مش لابس لبس رياضه وبتاع. يعني بص انا وعصام جايين نلعب كوره. ما حدش قال لي، انا جيت بصراحه لقيت حاجه ثانيه غير اللي اتقالت لي، بس شغال يعني شفتكم ومبسوط جدا. ومفيش عنوان يعني مفيش عنوان مكتوب معاك ولا حاجه؟ لا ما فيش حاجه، انا جيت كده. طب وانت بترمي انت ايه يعني بلاش نتكلم في السياسه. انا مش معاهم، مش معاهم والله، مش مع حد. الله يرحمك يا عامر. قد ايه انا عارف احساسنا كده في الاستوديو، اللي بيشوفونا اكيد في البيوت احساسهم ايه. في نقطة مهمة جدا من ساعة ما اشتغلت الشغلانة دي، ربنا كده يعني ايه يبعدنا عن كل الشغلانات دي بمنتهى الامانة في وقت من الاوقات كده، عشان الواحد بيتعب نفسيا يعني. قابلت ناس كتير قوي فنانين لازم الحالة المرضية تتمكن منه بمجرد ان العمارة بتاعته تعرفه، العمارة بتاعته مش لسه اتشهر قوي، كل ما يتشهر اكتر يحصل له حاجة، يمسك فلوس يحصل لهم حالة نفسية مبالغ فيها. كون ان هو كان عارف يعمل المعادلة دي بنفسه ومن نفسه، عشته وعملته اللي محدش يعمله يا خالد. نجحته نجاح مبهر، عملته حفلات. انا على فكره يمكن بقولها لك اول مره، كان في حفله لبطوله كبيره في النادي الاهلي انت احيتها، كان في كل الدول العربيه فيها بطوله كره طايره او حاجه زي كده، فاكر انت عملتها ايامها، وكانت الناس بتجري وراك بالمشاوير عشان يحاولوا يتصوروا معاك. عملته فلوس، انت شخصيا لما فكرت تعمل الديني دلوقتي، شايف الدنيا مستاهله اللي بيعيشوا الحكايه دي اللي هو عامر عمره ما فكر فيها؟ سؤالك يا احمد جميل ومهم قوي. فعلا. وبرضه بقولها تاني ان سبحان الله الحمد لله ربنا جمعنا كده يعني،
لانه عامر، انا قلت كلمه وهقولها هفضل اقولها لغايه ما اموت. عامر في القلوب. عامر في القلوب. لسبب واحد، ربنا عايز له كده. ربنا لو قلنا سن، لو قلنا انا ساعات ما بحبش كلمه اتخطف دي. لسبب واحد، هو ولكل اجل كتاب. لكن الفراق اللي قال عليه الرسول عليه الصلاه والسلام بيبقى صعب علينا، بس طبعا عشان احنا كلنا محطات وهنحصل، مش كده ولا ايه؟ وبيدينا نعمه النسيان بالظبط. بعديها. انما عامر بالنسبه لنا زمان ما شاء الله دلوقتي مصطفى كامل، هو ايه لينا كلنا. ايه كبيره جدا. ما فيش حاجه اسمها في الموت عفوا لا كبير ولا صغير. طبعا ساعه وتعددت الاسباب والموت واحد. لما جينا ربنا اكرمني بالبوم نور النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل مع شركتنا الجميله المحبوبه الاستاذ محسن جابر عالم الفن، واستاذ علي يقول لك كان ليا علامه في حياتي قبلها، ده دليل على النقله الدينيه، وجمعت ما بين الدينيه والعاديه برضه، بس كان ربنا عايز ده. ليه انا بقول لك لما غنيت كده وشفت كل زملائي اللي بعدي واللي بعد غنوا ديني، لازم يكون له تواجد. وبسرعه حاجه اللي انت قلته ده، اللي انت قلته سؤال مهم جدا. فلما جيت شفت عامر الله يرحمه في غنوته الدينيه، قلت لا ده صادق عامر. صادق لان في حاجات بتحسها دي ما فيهاش مجامله خالص. تخيل دي اخر اغنيه عملها في حياته. انا لسه بقول، ما انا بقول لك اخر اغنيه بدليل ان انا لما شفتها قلت لها ده وجع قلبي. انا بقول لمراتي، بقول لها ده وجع قلبي. وبعدين تمنيت اشوفه، خد بالك بقى، رغم ان عامر ما فيش بيني وبينه اشوفه يشوفني، في ارواح كده خد بالك، غير ان احنا اخوات رحمه الله عليه. انما لما اقول بقى اغاني دينيه والنقل ربنا من علي، انا بقول كده ربنا من عليا بيها، ان دي ممكن انت تغني وتلاقي نفسك تطلع منها وتغني اغاني عادي. ايه المشكله؟ لسه بشبابنا ونعمل، مفيش مشاكل. انما كل ما اجي، يعني انا كنت قاعد فتره في اوروبا على فكره، كل ما اجي اعمل اغاني، وخالد كان ليه برضه غنوه معايا جميله قوي لما رجعت من بره من اوروبا، والاقي بعد كده برضه في اغاني الرسول في نجاح كبير جدا. تعال بص بقى لليومين اللي احنا فيهم دول. اليومين اللي احنا فيهم دول بنمر كلنا بحكمه قوي، مش كده؟ طبعا. ثوره وبعدها الثوره، بعد مش عارف ايه تحول في اللي بيحصل، والله اعلم باللي هيحصل. في فتره ربنا بعت لنا اشارات نفهمها. بدليل الايات كتير جدا. عامر ربنا يكرمه، انا بقول ربنا يكرمه، قلتها في كذا قناه، قلت عامر ربنا اكرمه. اعرفوا عامر من السعداء دلوقتي، هي بس الفراق. يبقى نتدبر من الايه دي لما نيجي نعمل عمل ديني، حتى لو عملنا عمل عادي، يبقى في نوع من الصدق شويه، ما بقاش فيه الاهتمام بالانبهار فقط. الصدق في الكلمه، في اللحن. نرجع تاني للايام الحلوه اللي انت قلت عليها. يعني ما طلعنا انا وعامر كان نصيف كوزمان بينافس بينا يا اخي. كان عمرو دياب معانا سابقنا بشوطين 3، وكان حاططنا بيقولوا انتوا الفرسان بتوعي. وكان في وقت ما عمرو، شوف بالنسبه لنا احنا كلنا كنا في مرحله اكتر من اصدقاء. لا في تمثيل خالص ولا في غنى. لا دي نساها. لا خالص. ولا جرح ودن المستمع. لا اصل ممكن يجرح غصب عنه لسبب، ممكن اقول بس يعني ايه اللي بيحصل، الاقي متطلبات سوق بتقول اعمل كده، او فيلم في سينما عايزك وانت رومانسي، لا وانت رومانسي تحديدا يعني مثلا يعني بوسه بتاع حاجات من دي ما كانش بيعمل كده. شوف يا احمد، انت ربنا يكرمك، انت قلت كلام والله العظيم 3 ما شاء الله. هو دي حقيقة. انا بندور على القدوه. هو البرنامج لما بهاجم حد والناس تقعد تقول لي انت بتهاجم ليه؟ لا بنبين الوحش ده عشان شبه نمحيه او نقلله، والكويس نبرزه. طب احنا ليه مش مساله محي، مساله انه ياخد باله. هي الفكره في ان الناس تاخد بالها ان العمل الفني قدوه. العمل الفني الفنانين عايزين يطلعوا نادر لما يشوفوا انسان زي ده يركزوا في سلوكياته. هو سلوكياته من حياته. يعني هو عامر كان دايما بيحترم المشاهد عينه، وبيحترم ودن المستمع، بيحترم الناس، ودايما طول عمره يقول انا عندي بنات. ايوه يعني كلمه انا عندي بنات دي باستمرار في بقه. خايف عليهم ومش عايز يعمل اي حاجه في حياته تخليهم يتكسفوا منه، او يتكسفوا يقولوا ان العمل ده بتاع ابوهم. فاهم قصدي؟ غير كده كمان هو كان بيقول يا احمد ان هو اللي ما يحبش بناته يشوفوه ما يحبش الناس تشوفه. بالظبط طبعا. بالظبط. مش عايز. دي مقوله قالها انا شخصيا. قال لي انا اللي ما احبش بناتي تشوفه. كنا بنتكلم في موضوع الابتذالات يعني والكليبات والحاجات دي، فقال لي انا كفنان اللي ما احبش بناتي تشوفه ما احبش الناس تشوف البيوت. يعني انا هعمل حاجه معنى مهم جدا. هعمل انك اللي ما تستعلوش على نفسك وما تستعلوش على الناس. هو مش عايز لما يتعرض له كده. انا بتكلم على فكره في نقطه يمكن تكون معلش يا استاذ علي اتفهمت كمان وانا بحدد، بس عشان الناس استغربت هو طلع من المسجد وان كانت عيلته فيها كده. انا عايز اوضح حاجه، ان السلوك اهم شيء
من التدين. هو ده اللي بيعامل لا، ربنا بص اللي يا بيعامل ربنا مش من مسلم، التدين. مسيحي، هو ده يهودي. الدين معامله، الدين معامله. انا شايف لو كل الناس عاملوا ربنا بشكل صح الدنيا تبقى عامله ازاي يا استاذ علي؟ انت الدنيا تبقى جميله. وبعدين في حاجه كمان، احنا النهارده في مصر مسلم ومسيحي مفيش فرق. مفيش فرق. لا طول عمرنا كده، مش دلوقتي عمرنا بس. ربنا في على حياتنا فكره، من على فكره يا صغرنا. استاذ علي، ايهاب عبده الشاعر عامل مثلا 3 4 حوالي 12 اغنيه مثلا لعامر منيب مسيحي، وكان صاحبه جدا. هي كانت ايهاب توضيح عبده الموضوع. لا انت هتتكلم صاحبه عن جدا جدا. في ملاك عادل وملاك عادل مسيحي وبيعمل ادعيه دينيه. يا يا جماعه في ايه؟ استاذ علي، مش عايزين يا الموضوع ده استاذ علي، يبقى طب كده. اسمعوا الكرامه دي يا استاذ علي. البوم نور النبي، واحد بيقول لي في غنوه من ضمن الالبوم اسمها الرحمه لمحمد ضياء، والله العظيم 3 بيطاردني. هنقول ما فيش حاجه اسمها، بص مع احترامي يا كلمه مسيح ومسلم، طول عمرنا اصدقاء، طبعا هي ابعد طول ما يكون عمرنا عننا. اصدقائنا مسيحيين، وطول عمرنا من اقرب الناس لنا مسيحيين. بس عشان نبقى فاهمين التفرقه، بص الجهل في الدين وحش قوي على فكره. الجهل في الدين ده لا هو بيضايق. لغط، بس هو كان ساعتها الناس مش مجمعه عفواً. عشان القرابه، فالناس بتسال فاستغربوا في جامع، فاحنا حابين نوضحها. لكن انا عايز اقول حاجه، هو نموذج لاي نوع من انواع الاديان، سلوكيات بني ادم في دار الحق دلوقتي واحنا بنتكلم بالمنظر ده يا استاذ علي، يبقى ده لازم يبقى ريفرنس للي لسه طالع كده بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايز ابقى ابص على بني ادم زي ده. بالظبط كده. هو طبعا كإنسان عامر منيب الانسان مش الفنان. وهو فنان ليه ثقه، وعلى فكره وراجل سوبر ستار والناس كلها كانت. احمد هستاذنك، ليه قنوات كتير ما تعملش انت بتعمله ده؟ انا مستغرب ان القنوات العربيه اللي اهتمت يعني اكتر. ليه قنوات كتير ما تعملش كده؟ راديو الجزائر انت قلت لابد يكرم. طبعا طبعا لابد يكرم. طبعا ده راجل عفوا يعني مات في شبابه رحمه الله عليه، لازم يكرم لانه اسعد ناس وحبب ناس في الحب. تاني حاجه انه مشواره كله الفني نضيف راجل نضيف يستحق التكريم. انا مبسوط، انا بنجي عشان كده، عشان دي احنا مفتقدينها ليه، ده مفتقدينه ليه، والقنوات عماله بتكتر. من اكتر الصور الجميله واحنا بنتكلم عامله ازاي معانا كمان. انا معلقها عندي على النت. التلفزيون المصري اساسا انا مستغرب منه المفروض فيه قنوات سينما. عمل سينما ما شاء الله مليانه عندي على النت قدامي. ما انا بقول لك يعني احنا قناه عامه وحلقه بالكامل. عايز اتكلم في حاجه، اتفضل. ان انا من ضمن الصور اللي محطوطه عندي على الاكونت بتاعي على الفيسبوك مثلا، هي صوره عامر بلبس الاحرام زي ما احنا شايفين كده وماسك المصحف. افتح وابص الاقي ناس تكتب لي طب هو ازاي طالع من رابعه؟ يا جماعه يعني هو الصور دي متصورها للشهره. الراجل حج بيت ربنا من سنتين والموضوع باين يعني. شفت الترتيب قصدي عامر محمد منيب، محمد بديع محمد ما علينا من بقيه الاسم. الفكره مش في الديانه زي ما انت قلت، لا خالص، هو السلوكيات. ممكن بص السلوكيات. اتفضل. ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. هو النهارده عامر رحمه الله عليه لو كان مسيحي ما كان كلنا هنروح برضه. يا سلام طبعا. طب ايه يا جماعه في ايه مسيحي ومسلم هتفرق معانا في ايه؟ لا صح دي بتاعت ربنا مالناش دخل احنا فيها. من الفنانين على فكره استاذ علي برضو، انا شفت كل الناس منهاره ومتاثره وكل شيء، بس برضو فنان من دوله سوريا وصديقنا ويكاد يكون مصري يعني الهوى، وكان متاثر فوق ما تتخيل. هو في السخنه برضو يعني النهارده غصب عنه انه كان حابب يجي جدا، قال لي انا عايز اجي بس ظروف شخصيه يعني حاصله. فنان مجدي القاسم معانا على التليفون برضو. الو مجدي جميل، مساء الخير. اهلا بيك يا استاذ مجدي. مساء الخير عليكم جميعا. وانا طبعا سمعت شويه من الحديث اللي بتتكلموا عنه. بدايه طبعا انا عايز اعزي يعني اول حاجه اهله للفنان الجميل الله يرحمه عامر منيب طبعا، لانه بجد شخصيه في منتهى الاخلاق، في منتهى الذوق، في منتهى الشياكه. الراجل ده انا خسرناه فنيا، خسرناه انسانيا، لانه من فيها بجد انا حاسس انه الراجل ده يعني من الناس القلائل اللي صار لهم كده. لانه في حاجه انا دايما بقول لك الموت بيكشف. يعني الراجل ده لما مات ما شفتش انا يمكن فنان في كم من الناس المحبين والفنانين والناس العاديه ومن الناس اللي كانت بتحبه بالشكل ده. فده كان دليل كبير على انه الراجل ده فعلا في حاجه لربنا،
انت موافقنا ان شاء الله حاجه يكرم بيها واسمه يتحط على مكان ليه دعوه بفن راقي، سواء قاعه سواء حاجه خاصه بالنقابه، ولا ما بتدعمناش في ده؟ يا احمد، ده اقل حاجه ممكن تتعمل. اه اول حاجه هو كان فنان ونجم واسعد ناس كتير، وفي حياتنا ما سمعناش عنه غلطه او الراجل ده طلعت عليه حاجه وحشه او مش عارف إيه. طول عمره راجل كان كويس وكان مهذب وكان وفي نفس الوقت هو فنان يعني له بصمه، فاكيد لازم يكون يعني لازم يكون في شارع، لازم يكون في قاعه، لازم يحصل. شكرا فنان جميل. دلوقتي بيتطاير. انا هختم النهارده على فكره باغنيه اللي اتكلمنا عليها على ايهاب، اتبسط جدا انها نزلت على الراحل عامر منيب. هتبقى هي تترنا النهارده، لكن في وقتنا الاخير ده محتاج كل واحد، استاذنكم منكم اللي نورتوني النهارده، الله يخليك يا احمد، يقول كلمه، ويقول الكلمه دي وهو حاسس تماما ان الله يرحمه عامر منيب بيسمعها منه. تقول له ايه يا خالد؟ يعني اولا انا عايز اقول ربنا اكرمك يا عامر، ويا رب يكرمنا زيك. وعايز اقول ان انا عايشه تماما وحاسه وروحه دايما معايا، ودي حقيقه ربنا سبحانه وتعالى يعني يصدق قولي. انا ما جيتش هنا غير عشان خاطر الحب، وهو ده الحب فعلا، مش مجرد تأبين او تكريم بس، ده الحب اللي بيجمع. ما فيش حد يرغمني عن اني اجي، وانا طول عمري ما بطلعش في قنوات معروف، لكن في حاجات مش محتاج اتكلم عنها اجي وربنا ييسر لي وسخر الامور، لان انا عايز اعبر عن الحب. اللي عامر كان عايش بالحب على فكره، عايش بالحب، واذا كان توفى الله وتوفاه بالحب بدليل الحب اللي حواليه من جميع الاجناس. انا بقول له يا عامر انت يعني نحسبك ان شاء الله من اهل الجنان ومن اهل الفردوس، لان انت عشت بالحب وعلمت الناس الحب. وعلى فكره الحب 4 حروف، ده اسم الله. خد بالك الموضوع كبير قوي، والموضوع اجمل من يعني احنا كل كلامنا كان عن الحب، لان ما فيش فرق ما بين عامر كان عايش بالحب. انا اعتقد خالد احنا بينا حلقه بعد كده عشان اتعمق في حاجات مهمه ان نقولها لناس تانية كتير بعيدا عن عامر، عشان نعمل ريفريش لنفسنا كده شويه. بالظبط ان شاء الله. بتوجهها وانت حاسس ان الفنان الجميل عامر منيب رحمه الله عليه سامعها. اولا انت توحشني جدا جدا، وانت بجد سايب ذكرى جميله عند كل الناس، وسايب بالنسبه لنا ذكرى جميله قوي. كفايه وقوفك جنبي وانا عيان، وكان من اكتر المطربين الناس اللي وقفوا جنبي وانا عيان، حتى وهو مريض كان برضه واقف جنبي. وبجد يعني الاخره كسبتك بجد والله، الدنيا هي اللي خسرتك. وكفايه ان هو ختم حياته كلها ما كانش بيسيب ركعه يا احمد على فكره، ما شاء الله. كان دايما بيقرا القران ما شاء الله، كان جدع قوي، وكان يعني في عز ما هو كان متألم وعيان وتعبان كان بيقف جنب كل الناس. يا احمد كان خير جدا، كان بيساعد كل الناس، كان فاتح بيوت ناس كتير قوي، يعني ناس كتير قوي. انا مش عايز اتكلم في حاجات يعني الخير لعامر نفسه، بس هو كان خير جدا، وما كانش بيستخسر حاجه. احنا بنحبك وصبر مريم وزينه ونور الملائكه وزوجته اللي كانت بتحبه جدا، واسرته وحماه وكل الناس اللي كانت بتحبه جدا. وان شاء الله باذن الله يعني باذن الله ربنا يرحمك وتبقى في الجنه باذن الله يا رب. استاذ علي، عايز اقول كان في بيها اللي انا بقول لهم يبقى قدوه، عشان انت كل يوم بيعدي عليك عايز يبقى، وواحد بقى نص بقى، وواحد لسه ربع بقى، وواحد بقى حاجه وفاكر ان هي خلصت. انصحهم بعامر. لا الاول انا عايز اقول لعامر كنت انسان على المستوى الشخصي محترم، على المستوى الفني ربنا يرحمه، بس مش هقول اكتر من كده. عايز اختم بيك يا نادر، انا عارف هو ايه بالنسبه لك. طبعا يعني الموت علينا حق، مش هقدر اقول غير كده. عامر في مكان اكيد احسن من اللي احنا فيه. وسبب قربي من عامر
في حياتنا بشكل عام بعيد عن المستوى الفني وفاة ابويا الله يرحمه. كان اغنيه اسمها لسه عايش، انا كنت عاملها لوالدي الله يرحمه. اخر مره يعني اخر مشوار في حياتي اعمله قبل ما والدي يتوفى كنت راجع من عند عامر، واول مره انزل من البيت بعد وفاه والدي كنت رايح لعامر برضو. قرب مني قوي واحتضني كابن بقى مش كاخ كبير. انا عايز اقول له ان انا لتاني مره في حياتي احس يعني ايه ان انا يتيم من الاب. بعد ما عامر منيب مشي وسابني مش هقدر اقول ان انا يعني انا مش مستوعب ان انا مش هشوفه تاني. انا ليا طلب. احمد اسف، اتفضل. في حاجه لازم نقولها سريعا، كلنا اللي بيزرع لازم يحصد. عامر زرع حب، حاجه كلنا زرع حب، وعشان نرد الحب ده حاجه كلنا في يوم من الايام اتمنى ان الواحد يحظى بيها. وانا على الهوا دلوقتي، وكل اللي بيشوفوني وهيشوفوني في قعدتين لينا على الهوا، وهيشوفوني على الانترنت وعلى المواقع بالتحميلات الكبيره دي، ارجوكوا. ودلوقتي احنا مع بعض كده هنختم بعد ما نقرا الفاتحه مع بعض باغنيه كان عاملها الفنان ايهاب توفيق على التتر، لكن دلوقتي مع بعض ارجوكوا كل اللي شايفني يقرا الفاتحه ترحما على الراحل عامر منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر كلمه هقولها لعامر الله يرحمه، هتوحشني. كل يوم بنقابلنا ونفارقنا ما بننساهاش. كل يوم وهي دنيا ورايحة مش فاضلة ودايما ما بنملكهاش. هتوحشنا وفراقك كان صعب علينا، بدموعنا بنبكي على فراقك والله صبرنا. هتوحشنا وحتفضل